السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. وصفة اليوم بإذن الله سهلة وفي متناول الجميع، مكونات بسيطة فقط: بيضة واحدة ونصف كاس ديال الزيت. كتخرجوا ما يعادل حتى 40 حلوة على هذا الشكل، كتجي لذيذة وهشيشة وكتسالي بعرف وجيز، معنى أنها تستهلك بسرعة من طرف الأطفال والكبار أيضا. إذا على بركة الله هم المقادير. نبدأ. دونك عندنا بسم الله بيضة واحدة فقط. هنا السكر على حسب الذوق، هنا درت واحد ربع كأس فقط. نخلطوهم مزيان، بعد نصف كأس من الزيت فقط، ثم فاني، ملعقة صغيرة ديال الفاني. كنستمروا في نخلطو مزيان كما كتلاحظوا. دونك من بعد كنضيفوا مايزينا ما يعادل واحد 2 معالق كبار فقط. دونك هاد المايزينا راه هي اللي كتعوض لينا الزبده واي شيء. دونك من بعد كنضيفوا واحد ملعقه كبيره من خميره الحلوى، ملعقه كبيره، ماشي ما تكونش بومبي، فقط عاديه. ثم كنضيفوا الدقيق اللي يجمع لينا هاد الخليط. اذا كتلاحظوا مكونات بسيطه، كنحاولوا غير بهاد لا سباتول باش كنجمعوا العجين، لا داعي كاع نستعملوا اليدين، وكنبقاو نستمروا. من بعد كنضيفوا واحد القليل من الشوكولا فيرميسيل، كتلاحظوا هنا ليس ملعقه فقط، وكنستمروا بهذا الشكل فقط. راه كتجمع لينا بسرعه. هاد الحلوى توجديها في ظرف بسرعه، كتوجديها، ومقادير بسيطه ورخيصه في متناول الجميع. دونك هنا كتلاحظوا صافي جمعت لينا. من بعد كنمروا مباشره العمليه ديال نديروا قطبان، واحد شويه الدقيق فقط باش ما تلصقش لينا، وممكن نوضعوها في الثلاجه واحد 4 ساعات فقط، ومن بعد نخدموها الا ما كانش على حسب الحراره. اذا هنا كنحاولوا نديروا أعمدة أو هكذا قضبان، وتكون رقيقة، ومن بعد نقطعوها على حسب الذوق، كبيرة أو صغيرة على كل واحد واللي بغا. نحاولوا أنها تكون رقيقة لأن راها كتنتفخ لينا شيئا ما. إذا هنا كيبقى لكم الاختيار الحجم اللي بغيتو، واش صغير ولا كبير ولا متوسط، سا ديبون، كل يدير اللي بغا على الشكل. ومن بعد حتى كنكملوا العجين كامله. انا هنا ديجا رشعلت الفوغ باش يسخن، وكنستمر ميم با 10 مينوت راني كنسالي هاد العجين. هاد العمليه هادي ديال نقطعوا كلشي. دونك كتلاحظوا سهله. من بعد كنصف كلشي، كنديرهم في اللاطه ديال اللي غندخلها الفوغ. هنا ممكن هنا تلاحظوا حتى كاين ممكن اللي بغى يدير شكل دائري، لكم الاختيار، او على شكل 8. دونك كل واحد الشكل اللي بغا. صافي. ومن بعد كناخذوها الفوغ 180 درجه او 170 من الاسفل ومن الاعلى، ومن الاحسن 170 درجه باش طيب على مهل وتجي طيبه حتى من الداخل. من بعد كندهنوا الاطراف، نديروا الاطراف نغطسوهم باردون في الشوكولا، والشكل النهائي وهذا كتجي رائعه. ولكم الاختيار ديروا الشوكولا ولا لا. نتمنى توجدوا هذه الوصفه وتجربوها لانها تستاهل التجربه، والاكثر من ذلك انها رخيصه. والسلام عليكم.